جربتي تحطي كوباية اللبن على السمك؟ طب جربتي تعملي سمك التونة بالطريقة دي؟ النتيجة يا جماعة صدمتني. هنعمل النهاردة تونة بيتي بطعم الجاهز. هقولك السر اللي ينجح معاكي التونة من أول مرة من غير ريحة وحشة، ريحة زفارة أو أي ريحة مش مستحبة، وبطعم خطير وبلون خطير يخطف قلبك كده. تقدري تعمليها في كذا وصفة بجد كده، وأوفر كمان بكتير بكتير من اللي بنشتريها من بره. جربيها وعلى ضمانتي، واثقة إنها هتعجبك. معايا دلوقتي سمكتين من سمك التونة، سعة كل سمكية منهم حوالي كيلو إلا ربع. طيب ايه الوزن المثالي عشان نعمله في البيت لسمك التونة؟ هو اللي بيتراوح ما بين الكيلو إلا ربع للكيلو، كيلو وربع بالكتير. يعني ما تجيبيش السمكية أزيد من كيلو وربع. ليه؟ لأن فوق الكيلو وربع يعني كيلو ونص، 2 كيلو، 2 كيلو ونص، السمكية بعد التسوية بتكون لحمها متفتت كده وما بيبقاش لطيف خالص. انما الوزن اللي بقولك عليه ده وزن حلو جدا ومثالي جدا، واللحم من جوه بيبقى خطير وطعمه يجنن. دلوقتي انا بقطع السمك زي ما انتم شايفين لجزل عريضة. مهم الجزل تكون سميكة ما تكونش رفيعة علشان تاخد راحتها في التسوية. طبعا زي ما انتم شايفين انا ما كنتش لسه شلت قلبها ولا نضفتها. بعد ما قطعتها جزل سميكه خدتها تحت الحنفيه تحتيها مصفى وغسلتها غسله كويسه جدا، نضفت قلبها وخليتها زي القشطه. وطبعا صفيتها دقيقه كده او دقيقتين، وبعدين نقلتها في بوله الشفافه اللي انتم شايفينها وضفت لها كوبايه من اللبن. طب ليه اللبن يا زوز؟ لان اللبن بيكسر ريحة الزفارة اللي بتكون عالقة في السمك من غير ما يسوي السمك. انما لو ضفتي ليمون، عصير ليمون في قلب السمك اثناء النقع، ده مش مستحب جدا، لان الليمون بيسوي السمك يعني بيعجل بتسويته. فما ينفعش نحط ليمون او الخل والليمون في مية النقع بتاعت السمك. فالافضل ليكي ان انت تنقعيه في كوباية من اللبن. انا سبت اللبن في التونه ربع ساعه بالظبط، وبعد مرور ربع ساعه اديته شطفه نهائيه. بصوا على السريع كده يا دوبك تحت الحنفيه على مصفى، يا دوبك كده 30 ثانيه تك تك، وكانت شطفه بقى زي الفل وسبته يتصفى. ودلوقتي هنعمل البوكيه جرنيه بتاع سمك التونه عشان نسويه احلى تسويه. انا بشوف ناس بتسوي السمك بتسلقه وبتطلعه بعد ما يتسلق، بتنضفه وبعد كده تحط له الزيت والخل. طبعا الطريقه دي بالنسبه لي انا خطأ جدا جدا وتماما، لان السمك اللي بيتسلق ده سمك مسلوق. ومع احترامي للجميع، السمك المسلوق التست بتاعه ما بيبقاش لطيف خالص. ده انتي بتاكلي سمك مسلوق من غير طعم ولا نكهة ولا اي حاجة ولا احترافية خالص في الموضوع. طريقة المصانع والمحلات الكبيرة هي السمك تونة على البخار، دي انسب واحلى طريقة. وسلام بقى لما بتكون البخار او الحاجات اللي انت حطاها في مية البخار بتطلع روايح عطرية خطيرة بتدخل في مسامات السمك، وبتخلي ليه طعم وريحة ولون من غير ما تخلي السمك داخل جوه المية كده يلعب في المية، يعني ما ينفعش. احنا عملنا البوكيه جرنيه ازاي؟ حطيت 3/4 الحلة مية، وبعد المية ما غليت نزلت بالبوكيه جرنيه اللي هو عبارة عن بصلتين متقطعين لمكعبات وفصين من الثوم ومعلقتين كبار من الخل البلسمك، ولو ما فيش خل بلسمك حطي معلقة صغيرة من الخل العادي، وكمان ورقتين من اللورة واتنين من الحبهان. والحبهان تكسريه كده علشان الحاجات اللي جواه تنزل في قلب المية. وطبعا شريحتين من الجزر او نص جزرية صغيرة. وكل الحاجات اللي احنا حاطينها دي بتطلع روايح حلوة جدا للسمك بتاعنا. وطبعا ضفت نص معلقة من الفلفل الاسمر ومعلقة من الملح في قلب المية. طب هو احنا يعني هنستخدم المية في حاجة؟ احنا هنستخدم منها كوباية. وكمان الحاجات اللي احنا عملناها دي كلها بتطلع ريحة حلوة قوي قوي لقلب السمك. طب السمك نفسه حطينا له ايه؟ حطينا له عصير نص ليمونه من فوق الوش. ما تكتريش عن عصير نص ليمونه لان كتر الليمون بينشف السمك. نص ليمونه وزعناها على كميه السمك اللي احنا حطيناها. وكمان حطيت شويه من القشور. القشور كتري، انا كان عندي قشر في الفريزر طلعته، ودايما بشيل القشر في الفريزر بتاع الليمون لان بينفعني في الحاجات اللي زي كده وفي نقع الطيور. حطيت قشر الليمون ووزعته زي ما انتم شايفينه كده. وكمان حطيت فلفل اسمر حب
او مجروش، وتحطي كمان رشة خفيفة من الملح على كل جنب. طيب امتى بنقلب السمك؟ بنقلب السمك بعد مرور ال10 دقايق الاولى. بعد كده بنقلبه على الجنبة التانية ونسيبه 5 دقايق، وبعدين نرجع نبص عليه ونسيبه 5 دقايق كمان. كده السمك بتاعي اخد وقت في التسوية 20 دقيقة بالظبط. فتاخدي بالك من وقت التسوية، ما بياخدش اكتر من كده، من ربع ساعة ل20 دقيقة تسوية السمك على البخار. تمام. بعد مرور 20 دقيقة هشيل بقى السمك على جنب، وادي المية بتاعته او الشوربة بتاعته يا جماعة نقية جدا وريحتها حلوة وطعمها تحفة. سبتها على جنب، ودلوقتي هعقم البرطمانات بتاعتنا. في طريقتين للتعقيم. البرطمان طبعا بيكون مغسول ومتنشف، وبتشغلي الشعلة كده يا دوبك 5 دقايق، وتفضلي رايحة جاية كده بقلب بق البرطمان من فوق الوش. والطريقة التانية للتعقيم، بتشغلي الفرن حوالي 10 دقايق، وبعدين بتشيلي الفيشة او بتطفي الزرار بتاع الفرن، وبتدخلي البطرمانات لحد ما تسخن في سخونية الفرن، وتسيبيها شوية لحد ما تبرد تماما، وبعدين تبتدي تعبي فيها التونة بتاعتك. دلوقتي بقى احنا جبنا سمك التونة بعد ما برد. مهمة اوي الخطوة دي، سيبيه لحد ما يبرد تماما. وهنا بقى ببتدي كده بالمعلقة بشيل الجلد بتاعه واحدة واحدة كده. في المرحلة دي أنا لابسة جوانتي علشان خاطر يعني السمك طبعا يعتبر أكنه متعقم، يعني ما ينفعش ان انا امسكه بايدي وبعد كده ارجع احطه في المحلول اللي هيتحط فيه. فالمفروض في المرحلة دي تكوني لابسة كيس في ايدك او كلافز او اي حاجة من دي. تمام. هبتدي بقى اشيل الشوك واشيل الجلد واشيل اي حاجة انتوا مش عايزينها، وتخلوا اللحم بس. عايزة اقول لكم هو واخد تسوية مظبوطة جدا، ولا هو مستوي زيادة عن اللزوم، ولا هو ني. التسوية بتاعته 20 دقيقة، طالع زي الفل. اقل من كده هيكون مستواش، واكتر من كده هيتهري. السمكية طالعة معانا لونها حلو قوي، وعايزة اقول لكم طعمها مظبوط على الشعرة، طعمها حلو قوي قوي يا جماعة. انا عمالة ادوق فيها وانا بنضفها من كتر ما هي جميلة. انا عايزة اخلص الكمية وانا قاعدة. آه هنضف بقى الكمية دي كلها. في جزء هتشوفوه وهو متنضف وانا بنضفه قدامكم، وفي جزء هنضفه بقى ايه، هفصل الكاميرا شوية انضفه وارجع لكم. تمام. عايزة اقول لكم ان انتوا هتاكلوا احلى تونة في حياتكم لو جربتوها بالطريقة دي. بجد الطريقة دي مثالية جدا ومضمونة 1000000%، وهتطلعي طعم حلو قوي خالي من اي ريحة زفارة، والطعم بجد هيبهركم. عايزة اقول لكم لازم يكون سمك التونة من ضمن المنيو بتاعكم واكلاتكم الاسبوعية. لازم على الاقل يكون عندكم مرة في الاسبوع بتاكلوا تونة، لان التونة غنية جدا باوميجا 3 اللي بتعزز صحة القلب والدماغ والعظام. اوميجا 3 غنية بفيتامين د، وفيها كمان سيلينيوم وفيها حديد، بيعزز المناعة وبيحسن المزاج جدا جدا. زي ما انتم شايفين خلصت الكمية نضفتها وبقت زي الفل. تعالوا نحضر السائل اللي هنحفظ فيه سمك التونة بتاعنا. بصوا يا جماعة، الطريقة دي مش هي الطريقة الأصلية لحفظ سمك التونة في التلاجة، بس بعد شوية هقول لكم الطريقة الأصلية دي بس لحفظ أسبوع واحد مؤقت. لأن أنا مش جايبة كمية كبيرة من السمك، أنا جايبة هما سمكتين، وعبال ما تقطعوا وتنضفوا واستووا بقوا طبعا قالوا كتير. معايا هنا كوباية من السائل اللي أنا كنت عاملة بعمل فيه أثناء التسوية. تمام. ده المستخرج بتاعه بعد تصفيته. وعندي كوباية كبيرة من الزيت. طبعا الزيت هنا لو قارناه بقيمة السوائل اللي احنا حطيناها هنلاقي ان نسبة الزيت اكتر بكتير، فلازم الزيت يكون اكتر من نسبة السوائل. تمام. حطيت نص معلقة من البابريكا، وحطيت معلقة من الشطة، والشطة هنا اختياري، وقلبت الكلام ده كله مع بعضه. طيب هل هضيف اي حاجة تانية؟ لا، مش هضيف اي حاجة تانية، علشان يفضل التونة بتاعتي محافظة على الريحة اللي انا كنت مكتسباها اثناء التسوية على البخار. تمام كده. رصيت بقى سمك التونة في قلب البطرمانات اللي انا كنت معقماها، وكانت طبعا ناشفة ونضيفة وزي الفل. زي ما انتوا شايفين كده. كان ممكن ياخدوا مني برطمان ونص، او برطمان كبير وبرطمان صغير، بس انا ما كانش عندي غير البرطمانين دول. وطبعا يفضل ان انتي تعلبي او تحطي التونة ببرطمانات ازاز. هنا انا غلطت غلطة صغيرة، هي ما تعتبرش غلطة قوي يعني، بس حبيت ان انا اقول لكم عليها.
انا فصلت الكاميرا وحبيت ان انا اخد السائل المية ده مع جزء بسيط من الزيت وضربتهم في الخلاط، وبعد كده رجعتهم لسمك التونة مع بقية الزيت. فانا ما انصحش ان انتوا تعملوا كده زي ما انا ما عملت. ليه؟ لان رفع لي الزيت فوق ونزل لي السائل تحت. تمام كده. بس هو الطعم بتاع التونة كان بجد جميل جدا وخطير، واللي انا عملته ده هيحفظ لك التونة بتاعتك من عمر يوم لعمر اسبوع. تمام كده. تاكلي منه في خلال اسبوع تبقى معاكي زي الفل من غير ما تاكسد ولا يحصل لها اي حاجه. اما الصور اللي انا منزلها لكم دلوقتي فدي مجموعه من الاكلات اللي بتتعمل بالتونه. وصلنا لنهاية الفيديو، وعايزة اقول لكم ان الطريقة الصحيحة علشان تحفظي التونة من غير ما تأكسد ولا تبوظ ولا ريحتها تتغير ولا طعمها يتغير، مفيش غير طريقة حفظ واحدة بس هي اللي صح 100%. واللي يقول غير كده يبقى ما بيفهمش حاجة. الطريقة الصحيحة ان انت تغمريها في زيت من غير ليمون ولا خل ولا نقطة مية ولا نقطة سائل من السائل اللي احنا سواء هتسلقيها او هتعمليها على البخار. ممنوع المية نهائي، ممنوع الليمون، ممنوع الخل، لان كل الحاجات دي بتفقدها اولا بتفقدها طعم وبتخليها تأكسد. انما لو عايزة مدة اطول كمان من كده يبقى لازم يتعمل لها تعقيم حراري زي المصانع بالظبط. وبكده خلصنا التونة بتاعتنا. عملنا تونة بيتي انضف واطعم واحلى من الجاهز مليون مرة، لانك انت عاملاها بايدك وضمناها وضمن جودتها ونظافتها وتخزينها. اتمنى تجربوها بطريقتي. كنت معاكم عزة سعيد من مطبخ وصفة، واسيبكم على خير وباي باي.